عمرك سألت نفسك ليه دايما علامات التحذير لونها احمر؟ زي لافتات ممنوع التدخين او ممنوع اللمس ولمبات الحريق والضوء الاحمر اللي في اشارات المرور او الفستان الاحمر اللي هيجيبك على بوزه. اشمعنى الاحمر؟ بص يا سيدي، اول سبب ان اللون الاحمر طوله الموجي عالي وتشتته ضعيف. مش فاهم حاجه؟ طب وانا رحت فين يا برنس؟ ببساطه كده الكلام ده معناه ان اللون الاحمر من الالوان اللي تقدر تشوفها من مسافات بعيده وفي كل الظروف. يعني لو في ضباب، دخان، مطر، او حتى واقف ورا ازاز مشبر، سهل تعرف ان اللي هناك ده لون او ضوء احمر، وبالتالي هتفهم على طول ان في تحذير من حاجه. السبب الثاني ان احنا مولودين بالفطره عندنا خوف من اللون الاحمر، لان ده لون الدم والنار والغضب، علشان لما تتعصب وشك بيحمر وكده. حتى في الطبيعه هتلاقي معظم الكائنات السامه لونها احمر، فبالتالي عقلنا ربط اللون الاحمر بالخطر، واول ما عينك بتشوفه مخك بيقول لك فوق يا منيل، في مصيبه هتحصل. ضيف بقى ان في دراسات اتعملت ان اللون الاحمر بيخلي نبضات القلب تزيد زياده انت ما بتلاحظهاش، وبيحفز العقل وبيزود نشاط الجسم، لان زي ما قلت لك ان مخك بيترجم ان انت في خطر، فجسمك بيستعد للجري يا معلم. علشان كده لما شفت الفستان الاحمر نبضات قلبك زادت ومخك كان بيحذرك، ومع ذلك وقعت يا موكوس. وفي بحث بقى اتعمل سنه 2014 على لاعيبه التايكوندو والملاكمه والمصارعه اللي بيلبسوا هدوم لونها احمر، ولاحظوا ان فرصتهم في الفوز بتبقى اعلى من اللي بيلبسوا الوان تانية. وده لان زي ما قلت لك ان اللون الاحمر بعبع للعقل، فالمنافس اللي لابس لون مختلف عن اللون الاحمر عقله بيحاول يبعده غصب عنه عن اللي لابس لون احمر، وبالتالي بيخسر. والنادي الاهلي خير دليل. وعلى فكره التاثير ده بسيط جدا وما بيحصلش مع كل اللعيبه. قول لنا بقى رايك، النادي الاهلي ملوك الدقيقه 90 عشان لبسهم احمر ولا لا؟ وبس كده.